السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل مربع بالكروشيه، وهو معروف بالانجليش باسم جراني سكوير، وليه اشكال وتصاميم كتيرة جدا مختلفة. النهاردة هنتعلم الشكل التراديشنال او التقليدي من الجراني سكوير، وان شاء الله خلال الفيديوهات اللي جاية هحاول ان انا اقدم تصاميم واشكال مختلفة. ممكن تعمليه سادة يبقى كل المربع بلون واحد، وممكن تغيري في الألوان زي ما أنا عاملة كده. فهنتعلم ازاي نغير اللون، وكمان ازاي ننظف الخيوط اللي زايدة اثناء واحنا بنشتغل. فزي ما احنا شايفين كده الظهر بتاع المربع مش باين فيه اي اثر لتغيير لون الخيط، زي الوش بالظبط. عشان اعمل المربع انا هستخدم لغرض الشرح والتصوير، هستخدم خيط كاميليا، وهستخدم معاه ابرة كروشيه مقاس 5.5 مليمتر. لكن انت طبعا تقدري ان انت تستخدمي اي خيط متوفر عندك، سواء على صوف او على قطن، اي خيوط متوفرة عندك. اهم حاجة ان الخيوط اللي هتستخدميها لو هتستخدمي كذا لون تكون كلها السمك بتاعها واحد والخامة بتاعتها واحدة. يعني لو هتعمليه على قطن يبقى الخيوط كلها على قطن، او على صوف برضو نفس الموضوع، برضو تبقى كلها من خامة واحدة وسمك واحد. لو انتي اول مرة تتابعيني وحابة ان انتي تتعلمي الكروشيه، هتلاقي فيه فوق لينك على الشاشة، ونفس اللينك هتلاقيه تحت الفيديو. هتلاقي فيه كل الدروس الاساسية اللي هتحتاجيها عشان تبدأي تشتغلي معانا. اول حاجة هبتدي بيها هي ان انا هعمل عقدة البداية. بعد كده هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. بعد كده هقفلهم بمنزلقة، فهدخل بالإبرة في الحلقة الأمامية من أول سلسلة اللي بدأت بيها، بحيث إن هيبقى في حلقة واحدة تحت الإبرة وحلقتين على الإبرة من فوق. وهبتدي إن أنا أسحب الخيط وأطلع بيه من نفس المكان وأطلع بيه من الحلقة اللي على الإبرة. كده اتكونت عندي حلقة وفيها فراغ في النص زي ما احنا شايفين. هو ده اللي أنا هبتدي إن أنا أشتغل فيه بالغرز. هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهعتبر ان ال3 سلاسل دول هم اول عمود بلفة، وهزود عليه كمان 2 عمود بلفة كده، 1 2. تمام. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهشتغل كمان 3 عواميد بلفة كده، 1 2 3. وهكرر نفس الخطوات وهشتغل كمان 2 سلسلة، 1 2، وهشتغل 3 عواميد بلفة كده، 1 2 3. وبعدين هشتغل كمان 2 سلسلة و3 عواميد بلفة، 1 2، وبعدين 3 عواميد بلفة، 1 2 3. تمام. يبقى انا كده اشتغلت عندي 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 عواميد بلفة، وفي ما بينهم فاصل اللي هو 2 سلسلة، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هبتدي ان انا اشد الخيط اللي ورا. اوكي. بعد كده هبتدي ان انا اشتغل كمان 2 سلسلة عشان اقفل المربع، 1 2. تمام. وبعدين هقفل بمنزلقة في اول 3 سلاسل اشتغلتهم. هاجي عند السلسلة الثالثة، ناخد بالنا انا هنا بقفل في السلسلة الثالثة من اول 3 سلاسل اللي ارتفعت بيهم. يعني مش هقفل في العمود الثاني او الثالث، لا هقفل في السلسلة الثالثة من اول من اول 3 سلاسل اللي ارتفعت بيهم اللي اعتبرتهم عمود بلفة. فهدخل بالابرة في السلسلة بالشكل ده كده، وبعدين
هسحب الخيط وهطلع بيه من نفس المكان وهطلع بيه من الحلقة اللي على الإبرة. كده أنا قفلت المربع بمنزلقة زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين احنا كده بدأ يتكون عندنا البيز او الاساس بتاع المربع. وزي ما احنا شايفين دي الاركان بتاعته، دي الاربع اركان كده، 1 2 3 4. تمام. بعد كده هبتدي ارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. وفي اول كورنر او في اول فراغ عندي اللي هو اللي انا اخر 2 سلسلة اشتغلتهم وقفلت بمنزلقة اللي هو المكان ده، هبتدي اشتغل كمان 2 عمود بلفة. فزي ما قلنا هنعتبر ال3 سلاسل دول عمود بلفة، وهزود عليهم كمان 2 عمود. فكده عندي 1 2. تمام. هيبقى عندي بالشكل ده كده. بعد كده عايزه اروح عند الكورنر او الركن التاني من المربع عشان ابدا اشتغل فيه. فعشان اقرب على نفسي المسافه فهشتغل سلسله. اوكي. بعد كده هروح للكورنر التاني من المربع وهشتغل فيه 3 عواميد، 1 2 3. تمام. وبما اني لسه في المربع فعشان ازود المساحة او ابتدي اوسع في المربع، ففي نفس الكورنر اللي انا فيه هشتغل 2 سلسلة وكمان 3 عواميد بلفة. ففي نفس المكان هشتغل 2 سلسلة وهزود عليهم كمان 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ او في نفس الكورنر. 1 2 3. معلش انا بعتذر عن صوت الكلب اللي باين في الخلفية، بس يعني ده الكلب بتاع الجيران، فمعلش استحملوا الصوت بتاعه شوية. اوكي. بعد كده هروح للكورنر اللي بعده وهكرر فيه نفس الخطوات اللي عملتها في الكورنر ده، فهشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. بس قبل ما اروح للكورنر التاني هقرب على نفس المسافة وهشتغل 2 سلسلة هشتغل سلسلة وبعد كده اروح للكورنر، لان انا لو بدأت ان انا اشتغل فيه على طول هلاقي ان المربع بقى معوج مني ومش مستوي. فعشان المربع يفضل مستوي فلازم قبل ما اروح للكورنر اللي بعده ان انا اشتغل سلسلة عشان اقرب المسافة والمربع الاطراف او الجوانب بتاعة المربع تفضل مستوية. فهشتغل هنا برضو في الكورنر التاني هشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. فده اول عمود، ده 2 3، وهشتغل 2 سلسلة 1 2. وبعد كده في نفس المكان او في نفس الكورنر او الفراغ هشتغل كمان 3 عواميد، 1 2 3. تمام. بعد كده هروح للكورنر اللي بعده زي ما برضو ما عملنا في الخطوات اللي قبل كده، هنشتغل سلسلة وبعدين هنروح للكورنر اللي بعده وهنشتغل فيه هنكرر نفس الخطوات وهنشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد كده، 1 2 2 3. اوكي. وفي نفس الفراغ هشتغل 2 سلسلة وهشتغل كمان 3 عواميد بلفة كده، 1 2 3. تمام. بعد كده هروح للكورنر اللي بعده، والكورنر اللي بعده هو ده المكان اللي انا بدأت منه واشتغلت فيه 3 سلاسل و2 عمود، فده اخر كورنر عندي. فعشان برضو اروح للكورنر والمربع بتاعي يبقى مستوي لازم اقرب لنفس المسافة واشتغل سلسلة
وبعدين اروح للكورنر الاخر كورنر عندي. وزي ما احنا متعودين احنا في كل الاركان زي ما شفنا بنشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. فانا هنا عندي يعتبر نص الكورنر خلاص اشتغلته اللي هو اللي بدأت بيه. فعندي هنا 3 عواميد لان قلنا هنعتبر الثلاث سلاسل دول عمود، فهزود عليهم كمان 3 عواميد عشان اكمل الكورنر. اوكي كده 1 2 3. وبعدين عشان اقفل الكورنر هشتغل 2 سلسلة 1 2. وبعدين هقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة من اول 3 سلاسل بدأت بيهم. فهدخل بالابرة في الحلقة في السلسلة واسحب الخيط واطلع بيه كمان من الحلقة اللي على الابرة. زي ما احنا شايفين كده اتكون عندي المربع بدأ ان هو يوسع والحجم بتاعه يكبر زي ما احنا شايفين. بعد كده عشان نوسع المربع ونزود في حجمه هنكرر نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده، وهنرتفع برضو ب3 سلاسل 1 2 3. تمام. وفي اول كورنر اللي هو بيبقى هنا زي ما احنا شايفين الاربع اركان بتوع المربع ثابتين معايا زي ما هما، ده 1 2 3 4. اوكي تمام. وبيفصل ما بينهم 3 عواميد، الكورنر اللي هو عبارة عن الاتنين سلسلة والثلاث عواميد. فناخد بالنا كويس قوي من الفراغات بتاعة الاربع اركان للمربع. فانا هنا ارتفعت ب3 سلاسل، فهروح عند اول كورنر اللي هو من نفس المكان اللي انا ارتفعت منه وهزود عليهم كمان 2 عمود بلفة كده 1 2. تمام. بعد كده عايزة اروح للكورنر اللي بعده عشان اشتغل فيه زي ما عملنا في المربع اللي قبل منه. بس قبل ما اروح زي ما اتعلمنا هشتغل سلسلة. اوكي. بعد كده هيقابلني فراغ، الفراغ ده نتيجة السلسلة اللي كنت بشتغلها عشان اقرب من الكورنر في المربع اللي قبله. فقبل ما اعدي على السلسلة دي اشتغلت سلسلة كمان، وهشتغل في الفراغ بتاع السلسلة ده هشتغل 3 عواميد بلفة 1 2 3. اوكي. بعد كده عشان اروح للكورنر زي ما اتعودنا هنشتغل سلسلة، وبعدين هنروح للكورنر وهنشتغل فيه 3 عواميد 2 لفة 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. فكده 1 2 3. وهشتغل 2 سلسلة وبعدين كمان 3 عواميد 1 2 3. اوكي. شايفين في نفس الفراغ او في نفس الكورنر اشتغلت 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد زي ما بنعمل في كل كورنر اللي اشتغلناهم قبل كده. بعد كده هشتغل سلسلة عشان اروح للكورنر اللي بعده، وهيقابلني برضو الفراغ اللي هو كان عبارة عن السلسلة اللي بشتغلها في المربع اللي قبله عشان اقرب لنفس المسافة. فالفراغ ده لما يقابلني هشتغل فيه 3 عواميد 1 2 3. وبعدين هشتغل سلسلة واروح للكورنر اللي بعده وهشتغل فيه 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. بعد كده هروح للكورنر اللي بعده وهكرر نفس الخطوات، هشتغل سلسلة وفي اول فراغ هيقابلني هشتغل 3 عواميد 1 2 3.
وقبل ما اروح للكورنر اللي بعده هشتغل سلسلة وهشتغل 3 عواميد، 2 سلسلة 3 عواميد، 1 2 3 1 2. وفي نفس الفراغ او في نفس الكورنر هشتغل 3 عواميد. تمام. بعد كده انا خلاص وصلت لاخر كورنر عندي او نص كورنر اللي هو اللي انا بدأت بيه في الثلاث سلاسل، بالثلاث سلاسل واتنين عمود. فهعمل نفس الخطوات بالظبط، بان انا هشتغل سلسلة، وفي الفراغ اللي هيقابلني قبل الكورنر هشتغل 3 عواميد، 1 2 3. اوكي. بعد كده هشتغل سلسلة وهروح عشان اكمل اول كورنر بدأت بيه. فهنا عندي نص كورنر، فهكمله بان انا هشتغل 3 عواميد، 1 2 3. وهشتغل 2 سلسلة، 1 2. بعد كده هقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة من اول 3 سلاسل بدأت بيهم. تمام. زي ما احنا شايفين كده انا عملت وسعت المربع واشتغلت حوالي 3 مربعات، ده اول 1 2 3. فابتدأ المربع يوسع معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي هنبتدي نشوف ازاي هنغير اللون اثناء واحنا بنشتغل، لو حابين ان احنا نعمل المربع باكتر من لون. دلوقتي بعد ما نهيت المربع هنبتدي نشوف ازاي هنغير اللون في المربع او في الصف اللي بعد منه. فانا هنا قصيت الخيط بتاعي، وبعدين هبتدي ان انا ارفع الابرة لفوق بالشكل ده كده، زي ما بنهي الشغل العادي بتاع الكروشيه، وبشد الخيط لفوق بالشكل ده كده. تمام. بعد كده ببتدي ادخل بالابرة من قدام تحت حرف الفي في العمود اللي بعد الثلاث سلاسل على طول، وبسحب الخيط لقدام بالشكل ده كده. تمام. بعد كده ببتدي ادخل في الابرة من الاتجاه التاني من ورا الشغل، وبعدين بسحب الخيط وبطلع بيه من ورا الشغل بالشكل ده كده. اوكي. بعد كده بدخل في المكان اللي هو في السلسلة. اوكي. وبعدين بسحب الخيط وبطلع بيه بالشكل ده. تمام. بعد كده بدخل بالابرة في الاتجاه التاني في العمود اللي بعده، وبسحب الخيط وبطلع بيه من ورا الشغل. اوكي. بعد كده بدخل بالابرة تاني من قدام في العمود اللي بعده، وبسحب الخيط وبطلع بيه. طبعا الطريقة دي بتوفر عليا ان انا مضطرش ان انا اخيط الخيوط الزيادة بعد ما بخلص الشغل، فبنضفها اول باول قبل ما بغير اللون التاني. وبعدين كده انا دخلت من ورا الشغل في العمود اللي بعد منه، فهبتدي اسحب الخيط واطلع بيه من ورا الشغل بالشكل ده كده. وبعدين هدخل في السلسلة اللي بعد منه. اوكي. وهسحب الخيط واطلع بالشكل ده كده. اوكي. تمام. بعد كده عشان ااكد اكتر ان الخيوط تبقى الزوايد الخيط ما تفكش تاني، فهبتدي ان انا اعيد نفس اللي انا عملته بس في نفس الاتجاه اللي انا بدأت منه. فهبتدي ادخل تاني من ورا الشغل واسحب الخيط واطلع بيه من ورا الشغل، وبعدين ارجع تاني ادخل من قدام واسحب الشغل واطلع بيه، وبعدين ارجع تاني وادخل من ورا الشغل. انا بدخل كل ده في حرف الفي بتاع العواميد، وبعدين لما بتقابلني سلسلة بدخل في السلسلة. اوكي. بعد كده
هدخل في السلسلة. يعني طبعا العملية دي انا بعملها لكم بس بالراحة كده عشان الشرح، لكن هي مفروض بتعمليها بسرعة بعد ما بتخلصي المربع، فبتسهل عليكي، بتوفر عليكي وقت بعد كده، ان انتي ما تضطريش ان انتي بعد ما تخلصي شغلك ان انتي تنضفي الخيوط الزايدة كلها مرة واحدة. فانتي كده بتنضفيها اول باول عشان تريحك بعد كده وتوفري وقت معاكي بعد كده. كده انا خلاص بعد ما اتاكدت ان الخيط دار كويس وان هو ان شاء الله مش هيفك تاني مع الغسيل والاستعمال، فهبتدي ان انا اقص الخيط الزايد. تمام. وبعدين هبتدي اجيب اللون التاني، اللون اللي انا عايزه اغيره. اوكي. وبعدين هعمل اللون الجديد، هبتدي ان انا اعمله حلقة كده زي ما بنغير زي ما اتعلمنا قبل كده في طريقة تغيير اللون. وهدخل بالابرة في اي كورنر من المربع، زي ما احنا عارفين ان دي الاركان بتاعة المربع اللي هي الاتنين سلسلة اللي بتفصل ما بين كل 3 عواميد. فهبتدي ان انا ادخل في اي كورنر بالشكل ده كده، وبعدين هسحب الخيط. تمام. بعد كده هبتدي ان انا ارتفع ب3 سلاسل، وعشان أأمن الخيط بتاعي اكتر فهمسك الخيط كده وهو مجوز بالشكل ده كده، وهشتغل اول سلسلة. تمام. بعد كده هسيب طرف الخيط. اوكي. وبعدين هشتغل بقية السلاسل كده 2 3. اوكي. بعد كده هشتغل بالطريقة العادية خالص زي ما كنت شغالة قبل كده. هعتبر ان اول 3 سلاسل دول هم اول عمود بلفة، وهزود عليهم كمان 2 عمود. اوكي. ناخد بالنا كمان انا الخيط ده هفضل مثبتاه بايديا وانا بشتغل، وهشتغل فوق منه. اشتغلت العمودين دول فوق الخيط ده. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اشتغل سلسلة واروح عند هقص بس الخيط الزايد اللي هنا. تمام. بعد كده بعد ما اشتغلت السلسله عشان اروح للكورنر اللي بعده، هلاقي ان انا بقى في عندي فراغين. فبنلاحظ ان المسافه ما بين الاركان بتاعه المربع بتزيد، فكل ما المربع بيوسع معايا كل ما الفراغات او المسافه ما بين كل كورنر والتاني بتزيد. فكان عندي في الفراغ في المربع اللي قبل منه كان عندي فراغ واحد، دلوقتي بقى عندي فراغين. فبرضو كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه 3 عواميد بلفة كده، 1 2 3. وبعدين هشتغل سلسلة واروح عند الفراغ اللي بعده، وهشتغل برضو 3 عواميد بلفة. اوكي. وهشتغل سلسلة عشان اروح عند الكورنر اللي بعده. وزي ما قلت الكورنر احنا طبعا يعني زي ما شفنا قبل كده بنشتغل فيه دايما 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. فطالما وصلت للكورنر هكرر نفس الخطوات وهشتغل 3 عواميد، 1 2 3. وبعدين 2 سلسلة، 1 2. وفي نفس الفراغ او في نفس الكورنر هشتغل كمان 3 عواميد. تمام. بعد كده هكرر نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده، وهشتغل سلسلة و3 عواميد في الفراغ، وبعدين سلسلة و3 عواميد في الفراغ لحد ما بوصل للكورنر هشتغل سلسلة و3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. وهكرر بنفس الطريقة في بقية جوانب المربع. كده انا وصلت لغاية اول كورنر بدأت بيه اللي هو اشتغلت فيه نص كورنر، وهبتدي ان انا اكمله وهشتغل 3 عواميد، 1 2
3. اوكي، وهشتغل 2 سلسلة. اوكي، وبعدين هبتدي اوصل بان انا هشتغل غرزة منزلقة في السلسلة الثالثة من الثلاث سلاسل اللي بدأت بيهم. فهنا عندي ده اول عمود اشتغلته، وده تاني عمود، ودي السلسلة الثالثة، ده حرف الفي بتاع السلسلة الثالثة اللي بدأت بيها، فهبتدي اقفل فيها ومنزلقة. اوكي، زي ما احنا شايفين هيبقى الشكل ده. بعد كده هبتدي اسحب الخيط واقص الخيط بتاعي لو انا عايزه اغير اللون، ولو عاوزه ازود في حجم او مقاس المربع هبتدي ان انا اكمل بنفس الطريقه. وهي الفكره العامه بتاعه المربع ان احنا في كل جانب من جوانب المربع، هشرح لكم على المربع ده اوضح، في ان احنا كل جانب من جوانب المربع بنشتغل 3 عواميد، 2 سلسلة، 3 عواميد، والاتنين سلسلة دول هما اللي بيحددوا لي الكورنر او الركن بتاع المربع، والثلاث عواميد 2 سلسلة 3 عواميد هما دول اللي بيوسعوا لي في المربع. فكل ما بزود في المربع كل ما هتقابلني فراغات، الفراغات دي بشتغل سلسلة وبملأ الفراغ ب3 عواميد، وبعدين بشتغل سلسلة وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل 3 عواميد، وبعدين بشتغل سلسلة وبكرر نفس الخطوات لحد ما اوصل للمكان اللي فيه الكورنر، بشتغل 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. هي دي الفكرة بتاعت المربع او الجراني سكوير. وشفنا ازاي نوسع المربع، وممكن انت كمان تعمليه بحجم اكبر من كده او اصغر من كده على حسب الشكل العام اللي انت هتعمليه في الاخر. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنشوف ازاي ان احنا نوصل المربعات جنب بعضها بكذا طريقة. ان شاء الله هقدمهم خلال الفيديوهات اللي جاية، فاستنوني ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان لو حابين تتابعوني وتشوفوا كل الفيديوهات الجديدة ضغطوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان تابعوني من خلال الاكاونت بتاعي على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك تحت الفيديو. كده احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله.